بصوا معايا على احلى سمك بولتي مقلي مقرمش. سمع الصوت معايا، سمع صوت القرمشة والرز الصيادية اللي يفتح النفس. لو نفسك في أكلة سمك تاكلي صوابعك وراها، خليكي معايا خطوة بخطوة وهقولك سر القرمشة والطعم اللي هيخلي أكل بيتك أحلى من أي مطعم. اول خطوه معايا جبت السمك، ده سمك بولتي، وطبعا تقدري تستخدمي اي نوع سمك بتفضليه. هنضفه كويس من الزعانف، وكمان هنضفه من القشور ومن البطن، وهغسله كويس جدا. هنقعه عندي في ميه فيها ملح وليمون، وبعد كده هصفيه ونشوف ان شاء الله هنستخدمه مع بعض ازاي. دلوقتي جاء اهم حاجه في الوصفه، التتبيله السريه اللي هتخلي السمك طعمه خطير. هنجيب الكبة بتاعتنا، هضيف فيها فصوص الثوم، وكمان هضيف فيها فلفل اخضر وفلفل احمر. تقدري تستخدمي فلفل كوبي. هضيف عليها عصير ليمون، كمون، كزبرة ناشفة، فلفل اسود، ورشة شطة وملح، وكمان اهم حاجة معلقتين خل. وهظهر لك كل المقادير دلوقتي ان شاء الله على الشاشة علشان تعرفي حطينا ايه في الوصفة. دي تتبيلة السرية اللي بجد هتكون معاكي خطيرة في تتبيلة السمك. دلوقتي السمك جاهز معايا وصفيته كويس. هبدأ اني اجيب عندي سكينة حادة، وهبدأ اعمل شقوق بسيطة في السمكة كده علشان التتبيلة تدخل جوه اللحم وتخلي الطعم يوصل لكل حتة. ده اول شكل معايا. في الشكل يعني اللي احنا ممكن نعمله في السمكة، نقدر نعملها شقوق بالطول زي ما كده واضح، وممكن نعمل شق واحد كده بس. طبعا الشكل اللي يعجبك تقدري تعمليه. زي ما قلنا فايدتها ان هي بتخلي طعم السمكة في حتة تانية خالص. تتبيلة بتكون واصلة في قلب اللحم، فبجد يعني بيكون طعمها خطير جدا. التتبيلة جاهزة معانا، وعايزة اقول لكم قد ايه ريحة التتبيلة بجد تفتح النفس كده. هجيب التتبيلة عندي وهبدأ ان انا احطها عندي على السمكة. هخلي السمك يشرب من التتبيلة من الفتحات اللي احنا عملناها، وفي بطن السمك مكان ما نضفناه. كل كمان ما التتبيلة قعدت مع السمك مدة، يعني حوالي ساعة، نص ساعة، كل ما كان احسن، وكل ما السمك هيشرب من التتبيلة اكتر ويبقى طعمه في منتهى الجمال. بعمل كده زي ما واضح قدامنا، بعمل كده، بحمي السمكة بصراحة بالتتبيلة فبيكون طعمها تحفة. بقلب كده كويس، اتأكد ان الخلطة كلها دخلت في الفتحات وفي البطن وفي الراس وفي كل حتة، وبسيبها عندي نص ساعة. واثناء طبعا ما هي في النص ساعة دي هكون انا ان شاء الله هعمل الرز. هنجيب الحلة بتاعتنا على النار، هضيف فيها شوية من الزيت، وكمان ضربة عندي في الكبة بصلاية. هضيف على الزيت البصلاية، وعلشان البصلة المفرومة تاخد معايا لون ذهبي حلو هبدأ اني اضيف عليها رشة من السكر، ورشة من الفلفل الاسمر، ورشة من الملح. وبمجرد ما البصلاية هتاخد معايا لون بني غامق شوية، هضيف عليها عصير طماطماية مبشورة، او تقدري تضربيها في الكبة، شوية بهارات سمك، ورق لورا، وهسيبهم يتسبكوا مع بعض. بعد كده هضيف معيار المية. كل كوباية رز بتاخد كوباية من المية. الرز عندي مغسول ومتصفي. هنزل بيه على التسبيكة ديت، وهضيف المية وهسيبه يستوي عندي على نار هادية. نرجع تاني للسمك، هنجيب دقيق ونحط عليه. اهم حاجة هتخلي السمك يكون معانا مقرمش. هنحط عليه عندنا معلقتين كبار من النشا. هيدوا طعم خطير وهيدوا قرمشة اللي سمعتيها معايا كده بالظبط في اول الفيديو. معلقتين بس كبار، مش اكتر من كده. وهنتبل بقى ونبهر عندنا الدقيق. هضيف عليه معلقة صغيرة من الكركم، معلقة من البابريكا، كمون، رشة من الشطة، ملح وفلفل أسمر، ورشة من الكزبرة الناشفة. أهم حاجة مش عايزين نكتر من البهارات قوي علشان لون السمك ما يبدأش ان هو يكون غامق معانا. حلوة قوي كده، يا دوبك على كوباية ونص من الدقيق اللي عملناها علشان نتبل فيها السمك. قلبته كويس، وهبدأ اجيب عندي السمكة، وهبدأ اني اغلفها كويس كده بالدقيق بالطريقة دي. اهم خطوة كمان معايا اني بعد لما ببهر السمكة بالدقيق، ببدأ اني انفض السمك كويس جدا من الدقيق الزيادة اللي فيه، علشان واحنا بنحمره في الزيت فيبدأ ان الدقيق الزيادة ده ما ينزلش ويخلي الزيت معانا يتحرق.
ومجهزة عندي هنا دي بولة وفيها مية، ببدأ بسرعة اخد السمكة وابدأ كده اغطسها في المية واطلعها بسرعة واصفيها. وبجهز للسمكة التانية عندي برضو بسرعة كده ببدأ اني احطها في الدقيق وانفضها كويس واحطها عندي في المية. مجهزة اكيد عندي على النار طاسة فيها زيت غزير. في هذه الاثناء علشان يكون الزيت سخن معايا ابدأ اني احط عليه على طول السمكة. اول ما السمك يبدأ ياخد من الجوانب عندي اللون الذهبي بقلبه على الجنب التاني. وبمجرد ما بيستوي معايا ببدأ اني اجيب عندي مصفى طبعا بجهزها. بصفي فيها السمك وهو طالع. بس ما شاء الله اللون بجد تحفة، القرمشة خطيرة. طري من جوه ومقرمش وخطير من بره. بكمل باقي السمك لحد ما هخلص عندي كل الكمية اللي انا حضرتها معاكم. زي ما اتفقنا تقدروا تستخدموا اي نوع سمك، التتبيلة دي اعتمديها عندك بجد هتفرق معاكي جدا في طعم السمك. آه، ما شاء الله النشا كمان اهم حاجة. هيديكي قرمشة خطيرة. خطوة تغليف السمكة وكمان ان احنا ننفضها كويس ونحطها على طول في المية ونطلعها بتدي قرمشة جميلة جدا للسمك. هنسيب السمك لحد ما ياخد اللون الذهبي المقرمش اللي بيخلي شكله وريحته يفتحوا النفس. هنقلبه على الجنب التاني واول لما يستوي هبدأ اطلعه معايا واقدمه معاكم في طبق التقديم. وان شاء الله تشوفوا الشكل النهائي بعد ان شاء الله ما نطلعه كده ونقدمه مع بعض. بصوا معايا على النتيجة النهائية، سمك مقرمش من بره وطري من جوه، وكمان الرز الصيادية جنبه هيكمل الأكلة الملكية. جربوه في البيت وهتدعولي من قلبكم. ودي كانت لمستي في السمك البلطي المقرمش مع رز الصيادية. لو الوصفة عجبتكم ما تنسوش تدعموني باللايك وتشتركوا في قناة لمسات روما علشان ان شاء الله يوصلكم كل جديد. واكتبوا لي رأيكم في الكومنتات وجربوها وان شاء الله هتدعولي من قلبكم. هسيبكم في حفظ الله وأمنه ورعايته وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.